السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. الجزء الثالث من المصطلحات القانونية اللي احنا بنرددها ومحتاجين نبقى مدركين لمعناها قبل النص القانوني بتاعها. اتكلمنا ان الحق من دون دليل هو العدم سواء، واتكلمنا في القاعدة القانونية انه كل فعل سبب ضرر للغير اوجب التعويض. النهارده بنقول لك لا يجوز للقاضي الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم. أنا سمعت يا أستاذ الجملة دي، بس بصراحة مش فاهمها. يعني أنا وأنت دلوقتي، أنا مدعي وأنت مدعي عليك وقدام القاضي في قضية معينة، فأنا وأنت بننازع في حصة ميراثية، فالحصة الميراثية دي متقسمة لأرض زراعية ولمباني منازل مبنية وماكينة ري مثلا. فجيت أنا عملت عرضت الدعوة بتاعتي وطلبت مثلا بنصيبي في الحصة في الأرض الزراعية. القاضي ما يملكش إنه يديني حق في المنازل أو في ماكينة الري دول ما إني أنا ما ذكرتهاش في العريضة أو ما طلبتهاش. ده النور قطع ولا الكارت عندنا؟ تكشف مرض شوي. قطع. لا قطع النور؟ تعال هذا يا حبيبي، انت تعال. طب اصبر غدني. اطلع براحتك. مين اللي بلغ؟ انا ناديه بنت محمد انا اقول لك يا ولد محمد سلم عليها. مين نادية حماد؟ فكرتني زي ما فتحت ماريا نجم حمد. يعني عندك اثنين